أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبمشاهدينا. حياك الله. نذكر السادة المشاهدين أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. طيب، عودا على بدء في ما بدأنا الحديث عنه في الحلقات الماضية عن بني إسرائيل، ماضيهم وحاضرهم. دعنا نخوض اليوم بتعمق أكثر في القضية الفلسطينية وكيف يجب على المسلم أن يتعامل معها. مبدئيا تحديدا، ما الذي يجب على المسلم تجاه هذه الحرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، على الإنسان قبل أن يأتي إلى هذه النقطة لا بد أن يتابع الخلفية حقيقة السابقة التي تكلمنا فيها عن بني إسرائيل ونشأة هذا الكيان وتطوره، ثم غرس هذا الكيان في نهاية المطاف في الأرض الإسلامية الفلسطينية من خلال وعد بلفور الذي يمكن أن نقول عنه بأنه وعد من لا يملك لمن لا يستحق بطبيعة الحال. فلم تكن بريطانيا في يوم من الأيام هي المالكة لهذه الأرض أو القائمة عليها أو صاحبة الولاية فيها حتى تعطي وتمنح تمنع أهل الحق من حقهم وتمنح غير أهل الحق حقوقا لا يستحقونها. هذه أول نقطة مهمة جدا. الأمر الثاني، نستصحب كذلك أن هذا أطول احتلال الآن يكاد يكون وآخر ومن أواخر الاحتلالات الموجودة الآن في واقعنا المعاصر. فتم السيطرة والاحتلال على هذه الأرض منذ 48، وتطاول بعد ذلك، تطاولت الحرب إلى 67، ثم بعد ذلك في السبعينات، فتتابعت على كلنا الحروب على هذه المنطقة. ولا زال الشعب الفلسطيني يدفع الثمن، فهو الآن تقريبا يعيش في حالة أشبه ما تكون بالكنتونات. فهنالك قطاع من هذا الشعب أدمج إدماجا وغصبا عنه أن يكون جزءا من الكيان الصهيوني الذي حددت له الأمم المتحدة بأن حدوده تقف عند الأراضي 48. هؤلاء لم يغادروا أرضهم ولا زالوا محتفظين بهويتهم العربية والإسلامية. هؤلاء موجودين في يافا، موجودين في حيفا، موجودين عموما في الأراضي التي تسمى الخط الأخضر أو أراضي 48. وهؤلاء يكاد الآن يصل عددهم إلى أكثر من 2.5 مليون تقريبا. هؤلاء جزء من الحالة الفلسطينية التي نتكلم عنها. الجزء الثاني هو قطاع غزة، وهذا القطاع الذي ظل لسنوات طويلة جدا محاصر بعد أن قررت الحكومة الإسرائيلية الانسحاب من هذا القطاع بعد ضربات ومقاومة شديدة جدا واجهها في ذلك الوقت شارون. فأعلن انسحابه من قطاع غزة، وأعلن مقولته المشهورة التي قال فيها: وددت لو أني أستيقظ فأجد البحر قد ابتلع قطاع غزة. فعانى معاناة كبيرة جدا شارون، وبالتالي قرر على كلنا الانسحاب. لكن ما حصل، ظل هذا القطاع طوال هذه الفترة يواجه مجموعة من الحروب، حرب 2008، ثم ما بعد ذلك يمكن 4-5 حروب تتابعت. كان ما قبل هذه الحرب عندك حرب 2021 وعدة حروب على كل تطاولت ما بين اللي أخذت 20 يوم، اللي أخذت شهر، اللي أخذت 50 يوم، وتكاد تكون الآن هذه أطول حرب
بالذات تقودها المقاومة حاليا بعد أن خرج الكيان الصهيوني من الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، تكاد تكون الآن الأطول حرب تدخل تقريبا في نهايات شهرها الثالث، وبالتالي أنت الآن أمام حرب طويلة جدا تستنزف فيها طاقات كبيرة وهائلة جدا. القطاع الثالث هو الذي ما بعد اتفاقية أوسلو أعطي إلى السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، وهذا أيضا يعني يأخذ حيز من المساحات. وهنالك القسم الرابع وهو القدس وما حولها. القدس تقريبا لها وضعيتها ولها سكانها ولها عموما ولايتها اللي في الأصل الآن تعتبر من ناحية رسمية ووفقا للمواثيق الدولية يفترض أن من يقوم عليها هو الولاية الهاشمية أي الحكومة الأردنية، يفترض أن تكون صاحبة الولاية على موضوع القدس. لكن للأسف الشديد كل هذه المساحات التي نتكلم عنها خاضعة بشكل أو آخر للاحتلال الصهيوني، بعضها مثل حروب غزة بين فترة وأخرى يحاول أن يعتدي هذا الكيان على الأخضر واليابس في هذه الأرض، وبعضها بشكل يومي كما هو في القدس والمسجد الأقصى، هجمات مستمرة المدنيين، أخذ الأراضي الفلسطينية وجعلها عبارة عن مستوطنات للكيان الصهيوني، حتى من ذهب مع هذا الكيان إلى فكرة السلام كما هو حصل مثلا في أوسلو التي رضيت بها منظمة التحرير الفلسطيني بقيادة ياسر عرفات حينها. حتى هؤلاء قبلوا بحدود أن تقام لهم دولة على حدود 67، يعني هذه الحدود التي تعترف بها الأمم المتحدة بأن هذه هي الأرض التي يمكن أن تقام فيها الدولة الفلسطينية. ولكن نلاحظ 30 سنة الآن نحن تقريبا ولم يحصل محمود عباس وجماعته في فتح ومنظمة التحرير ولا على شبر واحد، بل ابتلع تقريبا خلال هذه الفترة ثلثي يمكن هذه الأرض التي كان يفترض أن تقام فيها الدولة الفلسطينية التي يتم الاعتراف بها. فأنت حقيقة أمام كيان حتى هذه اللحظة لا يعرف حدود ولا يعرف قوانين دولية ولا يعرف نظام دولي أصلا ولا يعترف به، وفي نفس الوقت يمارس أبشع صور الاحتلال وهو الاحتلال الاستيطاني الذي يعمل قتلا وتنكيلا واعتقالا ويبني السجون والمعتقلات ويزيد في المستوطنات ويحارب الهوية الفلسطينية بكل ما يستطيع على مرأى ومسمع من النظام الدولي الذي يتربع الآن وتتربع الولايات المتحدة الأمريكية على رأسه، والتي أعلنت بصورة واضحة وكاشفة في نهاية المطاف بأنها هي من يحمي هذا الكيان. رأينا يوم 7 أكتوبر عندما حصلت الضربة من إخواننا في قطاع غزة على هذا الكيان المحتل، كانت البوارج الأمريكية والألمانية والبريطانية وعدد من البوارج الغربية إذا بها تنزل على البحر الأبيض المتوسط لتقول بأن هذا الكيان هو عبارة عن قاعدة متقدمة لها. يأتي هنا حقيقة السؤال، إذا كانت هذه هي الحالة التي نحن نتعاطى فيها، ما هو الواجب الشرعي إزاء هذا الوضع؟ يعني باختصار شديد جدا، إذا أردنا أن نتعامل بالمنطق الفقهي الذي عرفه المسلمون في تاريخهم، فالإسلام أولا لا يعرف هذه التجزئة التي تعاني منها الأمة الآن، يعني لا يعرف تجزئة الأراضي الإسلامية ولا يعرف تجزئة الشعوب الإسلامية، لكنه واقعي في حركته. يعني هو عندما يتعامل مثلا مع شعب تحت الاحتلال، إذا كان حصل هجوم مثلا من الكفار على أرض إسلامية، فالقاعدة الشرعية يقول لك والله على أهل البلد مباشرة أن يواجهوا هذا العدو، فإن استطاعوا صده فبها ونعمت، وإن لم يستطع ينتقل الوجوب إلى من بعدهم إلى أن تشتمل المسألة جميع المسلمين. هذه القاعدة. وبالتالي نحن الآن إذا أردنا أن نقول هنا، أنا الآن لا أتكلم عن قدسية الأقصى فقط، لا أتكلم عن الأرض نفسها. أي شبر من الأراضي الإسلامية كانت يوم من الأيام خاضعة لحكم المسلمين، يتم التعامل معها على أن وقف إسلامي، يتم التعامل معها على أن أراضي إسلامية، يتم التعامل معها على أن هذه الأرض يبذل في سبيلها الغالي والنفيس في سبيل استردادها. استطاع أهل البلد فبها ونعمت، ما استطاع أهل البلد ينتقل الأمر إلى غيرهم. هذا الوجوب الذي يتفاوت ما بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي. إذا قام أهل البلد مباشرة بصد العدوان فيكون الواجب كفائيا على من بعدهم، بمعنى أنه الكل ينتظر، فإذا احتاج الناس إلى الدعم والإسناد سيذهب كل مسلم إلى هذا، ما احتاجه يمكن أن يكفي أهل البلد في هذا الجانب.
يبقى الآن نحن مثلا في حالة حقيقة كثير من الناس لا يستطيع اليوم نتيجة الدول التي تحيط بهذا الكيان الصهيوني، كثير من الناس قد لا يستطيع أن يبذل وسعه وأن يجاهد بنفسه وأن يبذل دمه في سبيل الدفاع عن المسجد الأقصى أو مساندة إخوانه. فهل يعني يبقى أمامنا فقط أن نتفرج؟ أقول هنالك الكثير من الوسائل التي يمكن التعبير عنها عن هذا المنكر، لأنه منكر في نهاية المطاف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأيديكم. فهنا إذا أنت لست قادر على الجهاد باليد فتنتقل إلى الجهاد باللسان. وأشكال اللسان، التعبير عن اللسان يأخذ مناحي عديدة جدا، سواء كان بالقلم أو بالصوت أو بالصورة، أو اليوم تقريبا وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون حولها الكثير حقيقة من المساندة للقضية الفلسطينية. لأن كما أن هنالك صراع على الأرض في الميدان، هنالك صراع على ما يسميه البعض بالسردية التي تجعل مشروعية القتال لكل طرف من الأطراف. فهنالك سردية تتبناها إسرائيل، وهنالك سردية يتبناها الشعب الفلسطيني، وهو سردية الفلسطينيين قائمة على الحقوق التاريخية لهذا الشعب والحقوق الدينية لهذا الشعب، وأنه والله شعب تحت الاحتلال. هذه هي السردية التي يحاول أن يسوقها مثلا الشعب الفلسطيني. هنالك سردية أخرى تسعى تقريبا الحكومة الإسرائيلية أيضا أن تسوقها، وهي فكرة أنه والله الحق التاريخي لهذا الشعب الذي كان في الشتات، وأنه والله كان في يوم من الأيام له أرض في هذا المكان وتواجد تاريخيا في هذا المكان، ثم يأتي بعد ذلك إلى ما يعرف بالعطاء الذي منحته بريطانيا لهؤلاء، ثم يأتي بعد ذلك سردية الأمم المتحدة في أنه والله أراضي 48. هذه السردية على كل طرف يحاول أن يستند إليها في مشروعية ما يقوم به. وبالتالي إذا استطاع المسلم المساهمة في هذا الاتجاه، فإنه والله يعزز من السردية الفلسطينية التي تقوم على فكرة الأرض والشعب والتاريخ والجغرافيا والناحية الشرعية، والسردية الأخرى التي قائمة على فكرة الاحتلال في الأصل. وبالتالي أنت بحاجة إلى أن تساند الشعب الفلسطيني في هذا. أيضا هنالك الحاجة إلى المال. يمكن للإنسان أن يساهم بكل ما يستطيع في محاولة أيضا تعزيز صمود الشعب الفلسطيني. وهنا عندما نتكلم حقيقة عن صمود الشعب الفلسطيني والواجب إزاء هذا الشعب، لا ننظر فقط إلى غزة. غزة صحيح حاليا أكثر حاجة لأنها تدفع الدم، ولأن الكيان يمارس معها أبشع أنواع التنكيل في أطفالها قتلا وشيوخها ونسائها وبيوتها إلى غير ذلك، ويعمل على تجريف كل ما هو فوق الأرض ويعمل على البحث تحت الأرض. هذه الحالة على كل. لكن نحن نتكلم هنا عن صمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وصمود الشعب الفلسطيني في القدس والمسجد الأقصى، وصمود الشعب الفلسطيني حتى في أراضي 48. فأنت محتاج إلى أن يكون هنالك تواجد لهذا الشعب على أرضه حتى يستطيع أن يقاوم ويجاهد. طيب، بالنسبة لمقدار الاستطاعة اللي موجود عند الإنسان شرعيا، هل يجب عليه أنه ينمي هذا المقدار من المساعدة بأنه مثلا يجمع المال ليتبرع به، أو يعني ما دون ذلك؟ هو أولا في الأحكام الشرعية بشكل عام، كل ما يمكن الوصول إليه في القدرة لا بد أن تبذله، لأن الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. فمقدار ما يمكن أن تبذل وتستطيع، إذا أنت قادر أن تبذل 100% وبذلت 70 فأنت مقصر 30%. وإذا قدرتك هي 50 وبذلت في 50 فأنت معذور. قدرتك 1% ولا تستطيع أن تزيد على ذلك وبذلت 1% فأنت معذور. نعم. فالقدرة هو والله ما دام عندك المساحة لأن تعمل. في شخص مثلا عنده القدرة أن يتكلم، وعنده القدرة أن يدفع مال، وعنده القدرة أن يبذل الجاه، وعنده القدرة أن يروج، وعنده القدرة كذلك أن يجاهد بنفسه، قد يكون مطالب بكل ذلك. جميل. لكن واحد آخر لا، والله ما عنده إلا أن يبذل ماله، مثل كثير من إخواننا في أوروبا الآن صار حتى التأييد مثلا للشعب الفلسطيني ولو بالكتابة يجرم، فيمكن أن تبذل المال الذي تستطيع. فنحن نريد أن نقول بأن والله لا نجعل السقوف العالية هي الأصل في التعامل، ولا نجعل أيضا أن الناس والله فقط مهمتها أن تبذل أدنى ما يمكن. نقول والله ابذل ما تستطيع ويعذرك الله تبارك وتعالى بعد ذلك. جميل. طيب، ما هي أهمية المسجد الأقصى الشريف في الإسلام؟ نعم،
هو أولا التعامل مع المسجد الأقصى تعامل عقائدي قبل أن يكون تعاملا سياسيا. يعني عندما نتكلم عن المسجد الأقصى فأنت تتكلم عن جزء من عقيدة الأمة وليس جزءا عن شيء آخر. لماذا أقول بأنه جزء من عقيدة الأمة؟ أن بعض الناس يفهم العقيدة بأنه والله الإيمان بالله واليوم الآخر وكثير، هذه أصول العقيدة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المكان هو المكان الذي أسري فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن عقيدة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به إلى المسجد الأقصى. نؤمن كذلك بأن الله تبارك وتعالى عرج برسوله صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى، فإذا هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراج ومكان معراجه عليه الصلاة والسلام، فبوابة السماء كانت تمر من الأرض من المسجد الأقصى إلى السماوات من هذا المكان. تسلم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ختام الرسالات واجتماع الرسل جميعا، وكأنما أمانة المسجد الأقصى سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال إمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسل والأنبياء في هذا المسجد الأقصى. فهذه أيضا من ضمن القضايا التي نحن نعتقدها عقيدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الأقصى واجتمع له الأنبياء والرسل وأمهم عليه الصلاة والسلام. هذه كلها قضايا بالنسبة لنا قضايا عقدية. تأتي هنا مسألة مهمة جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم موضوع الإسراء وموضوع المعراج وموضوع الصلاة بالرسل يعطينا مسألة مهمة جدا، وهو ما يعرف بالأمانة التاريخية في الرسالات. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنا. أمانة الرسالة، أمانة حمل الدين، ظل يتداولها الأنبياء والرسل حول المسجد الأقصى غالبا، خاصة فيما يعرف بالديانات السامية، أي المنطقة التي فيها منطقة العراق والشام ومصر والحجاز، الديانات التي الرسل الذين كانوا يتحركون في هذه مرتكز منطلقهم كان هذا البيت، المسجد الأقصى تحديدا. فعندما يتسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمانة الرسل جميعا في أنه الرسول الذي يصلي بالناس وهو الرسول الخاتم وهو الرسول الأخير، معنى ذلك استلم أمانة المساجد الثلاث، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد المسجد الأقصى. هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح المسجد الأقصى في عهده، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل الذي فعله عليه الصلاة والسلام كأنما هنالك أفق استراتيجي ظل المسلمون ينظرون إليه، وهو المسجد الأقصى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث، وأشار إليه في حديث الإسراء والمعراج. فكان الفتح في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذهب عمر بن الخطاب بنفسه ليتسلم مفاتيح المسجد الأقصى من بطريق من البطاركة الذين كانوا وقتها مؤتمنون على هذا البيت. فاستلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووجد من سلمه المفاتيح وجد الأوصاف التي في كتابهم بأنها تشير إلى شخصية عمر بن الخطاب رضي الله. فهنا نحن نتعامل مع المسجد الأقصى بهذا البعد. فالأمانة التاريخية بالنسبة للأمة أمانة الرسالة، أننا نحن مكلفون بحمل هذا الدين، وهذا الدين ترتكز شعائره الدينية في 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى كبعد شعائري، وترتكز كذلك أرضه التي انطلق منها في عهده الأول في هذه المساجد الثلاث. يعني بعد أن تحكم المسلمون في هذه المساجد الثلاث انطلقوا بعد ذلك إلى بقية العالم، وظل بعد ذلك الفقه الإسلامي كله، يعني خاصة من يقرأ كتب الفقه السياسة الشرعية يلاحظ أن من أهم الاشتراطات التي يشترطها الفقهاء في من يكون إماما عاما يقولون أن يكون تحت سطوته أو تحت سلطانه المساجد الثلاث. يعني حماية المساجد الثلاثة مهم جدا لمن يكون واليا على أمر الأمة بمجموعة. فمتى ما حصل تفريط في واحد من هذه المساجد الثلاث فإن الإثم يقع على عموم المسلمين. نحن الآن حقيقة أحد مساجدنا المهمة جدا وأحد مقدساتنا، لأن كل أمة لها مقدسات تحاول أن ترعاها، تحاول أن تهتم بها، تحاول أن تجعلها جزء من هويتها وثقافتها ومنظورها التاريخي، هي المناطق التي تعتبر مقدسات. من ضمنها الآن نحن من مقدساتنا المسجد
الأقصى. لذلك حتى هذه اللحظة تلاحظ بأن كثير من المسلمين نظرا للفتاوى على كل التي صدرت في أنه والله في ظل الاحتلال، أفتى العلماء منذ سنوات تقريبا بأنه لا يجوز الذهاب إلى المسجد الأقصى نظرا لأنك ستعمل على الاعتراف بالكيان الصهيوني. صدرت هذه الفتاوى في لحظة من اللحظات ولا زالت على كل، لم تعمل الفتاوى والمجامع الفقهية على محو هذه الفتوى، وبالتالي كثير من المسلمين محرومين من الذهاب إلى إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه، وهو من المساجد التي يقول فيها أن من صلى فيه فله الصلاة فيه ب 500 بس قد يكون هذا من جانب هذا الحكم الشرعي، قد يكون من جانب سياسي بحت. يمكن في ناس مثلا عايشين في فلسطين نفسها، هل ذهابهم إلى المسجد؟ لا، هؤلاء الآن مثلا الآن إخواننا في الخط الأخضر اللي هو 48 من أكثر الذين الآن يحافظون على المسجد الأقصى ويحركون البصات ويحركون السيارات وكذا. بل نحن في عدد من المجامع العلمية وخاصة الروابط العلمية تمت مناشدات بصورة واضحة حتى لكثير ممن يحملون الجوازات الأوروبية والجوازات الغربية على الذهاب للمرابطة في المسجد. لو صار الآن المرابطة والصمود والبقاء في المسجد الأقصى، بل ومن يدفع لهؤلاء الذين يرابطون ويدافعون، لأنه حتى هذه اللحظة للأسف الشديد هنالك ضعف كبير جدا في الأوقاف التي تشرف على المسجد الأقصى وتشرف عليها للأسف الشديد الحكومة الأردنية. هنالك ضعف أمام الهجمات الصهيونية، ولا تكاد تجد هذه الهجمات الصهيونية دفاعا وصدا إلا ممن يرابطون في المسجد مسجد الأقصى. لاحظنا ذلك في شهر رمضان ولاحظناه في بقية الأيام، خاصة الأيام التي يعلن فيها هؤلاء الصهاينة أعياد، وأعيادهم كثيرة جدا لا تنتهي، وكلها يريد أن يرابطوا في المسجد مسجد الأقصى. ويريد الآن أن يصلوا إلى مسألة يسمونها التقاسم الزماني والمكاني، بمعنى أن المسجد الأقصى يقسم مكانيا ويقسم زمانيا. فمكانيا يقال والله المسلمين أنتم لكم هذه البقعة واليهود لهم هذه البقعة، وليس لهم أصلا هذا الحق. وزمانيا يقال مثلا للمسلمين والله تأتوا من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا مثلا، أو اليهود يأتوا في هذا التوقيت وأنتم تأتون في ما بعد ذلك. فيريد أن يعمموا حالة يجعل حالة التعامل في المسجد الأقصى شراكة بين المسلمين واليهود. هذه الصورة التي على كل يريد. لكن حتى هذه اللحظة للأسف الشديد لا تكاد توجد دول تحمي المسجد الأقصى وتدافع عنه وترفع قضيته حتى دوليا حتى تعمل على التصعيد في هذا الاتجاه، بقدر ما هنالك المسلم البسيط الذي يرابط من رجال من نساء من صبيان من غيرهم، هم يرابطون، بعضهم يرابط على مدار 24 ساعة، أكله وشرابه وسكنه حول المسجد الأقصى دفاعا. هؤلاء بطبيعة الحال يحتاجون إلى من يقف على أحوالهم ويدعمهم ويمولهم ويعزز صمودهم. فبطبيعة الحال نحتاج أيضا إلى هذا في تحركنا وفي دعمنا للقضية الفلسطينية. طيب، من الجانب الآخر اليهود أو بنو إسرائيل، هل نظرتهم إلى المسجد الأقصى أو إلى فلسطين على أنها أرض الميعاد أو الأرض المرتقبة لها نفس الأسباب التي عند المسلمين أو لا؟ دعنا نأخذ هذا السؤال بعد فاصل قصير شيخنا الفاضل. كونوا على مقربة، فاصل قصير ونعود إليكم. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000.
عدنا لكم بعد الفاصل متابعينا الأكارم في كل مكان. نذكر أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. عودا على بدء فيما سبق الحديث عنه شيخنا، تكلمنا عن أهمية المسجد الحرام وفلسطين في الإسلام، ماذا عنها عند اليهود أو بني إسرائيل؟ بنو إسرائيل خلينا نقول على الأقل من ناحية تاريخية يكاد يكون انفصلوا انفصالا تاما منذ أكثر من ما يزيد على 2000 عام. نعم. يعني فترة طويلة جدا تقريبا حال هنالك انفصال بعد أن حدث لهم إجلاء من ممالكهم وإجلاء كذلك من مواقعهم التي كانوا عليها. أقاموا ممالك تقريبا مملكتين في شمال فلسطين ومملكة في جنوبها، وبعضها من هذه الممالك كان على يحيط بالمسجد الأقصى. لكن من ناحية تاريخية الآن لا يكاد أو تتتبع أنت التاريخ الإسلامي مثلا كله منذ اللحظة التي دخل فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يكاد يذكر شيء اسمه يهود في المنطقة. ما قبل ذلك كذلك لم يحصل تسلم المسجد الأقصى من اليهود بالنسبة للمسلمين، تسلموه من النصارى. والنصرانية معروفة أنها ديانة كانت جاءت بعد موسى عليه السلام، أو يعني رسالة عيسى عليه السلام وأتباع عيسى. فأنت تتكلم عن تاريخ ضارب تقريبا في القدم حتى بهذا الادعاء، يعني أن يكون هنالك مزاعم. لكن هم طبعا وبعض النصارى يعيشون حالة من الأساطير أو حالة من الوعود التي في حقيقتها بالنسبة لنا ليست وعود صادقة بل هي كاذبة. فمثلا كل ما يتعلق في كتبهم سواء كانت من يهودية أو كانت من نصرانية تتحدث عن مجيء نبي من الأنبياء فهي في حقيقتها تشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تشير إلى شخص آخر. لكن الذي حصل للأسف الشديد هم ذهبوا إلى تحريف كتابهم وتأويل هذا الأمر حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يدركون تماما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقصود وأنه هو النبي الخاتم، لكن هم ذهبوا للقول بأن الرسول الذي سيختم لهم الرسالات عندهم هو من سلالة إسحاق وليس من سلالة إسماعيل. فلما رأوا الرسالة هنا انتقلت من الشق إسحاق عليه السلام وذرية يعقوب إلى الشق الآخر وهو إسماعيل عليه السلام من أبناء إبراهيم. هنا تنكروا لهذا الرسول وحاولوا أن يحرفوا التحريف، فهم ينتظرون وعدا كاذبا كما أطلق على ذلك الشيخ سفر، نسأل الله يحفظه ويفك أسره، في كتابه الوعد الحق والوعد المفترى. فالمسلمين أمام وعد حق والنصارى أمام الوعد الكاذب. المسلمين موعودين في نهاية الزمان أنهم يقاتلون اليهود ويقتلونهم على هذه الأرض، وأنهم سيتجمعون وأنهم سيأتون إلى هذه الأرض. هذا وعد المسلمين، وبالتالي هذا قدر كوني المسلمين ليس لهم فيه اختيار. يعني لم نختار أن يكون هنالك قتال على أرض فلسطين يقاتل فيه المسلمون اليهود، لكن هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لليهود ينتظرون على كل انتظارا وهميا كما قلت لك، ويكون حتفهم في هذا الاجتماع الذي يجتمعونه، وبالتالي لا يمتلكون لا حقا تاريخيا ولا حقا دينيا ولا حقا أيضا سياسيا يعني على هذه الأرض، بقدر ما يمكن أن نسميه منحة استعمارية احتلالية إمبريالية منحتهم إياها الحكومة البريطانية، ثم ظلت تحميهم وتحرسهم بعد ذلك وريثة بريطانيا في الحملة الصليبية وهي الولايات المتحدة الأمريكية. فهم تحت هذه الرعاية الآن، تحت الرعاية الأمريكية. الولايات المتحدة صارت تعتبرهم جزء من أمنها القومي، الاتحاد الأوروبي صار ينظر إليهم جزء من الأمن القومي. لماذا؟ لأنهم نجحوا حقيقة، وهذه مسألة مهمة جدا. الصورة الذهنية التي كانت أثناء الحملات الصليبية أن المنطقة الإسلامية والعربية تم احتلالها من الحملة الصليبية بقيادة فرنسا وبريطانيا، هذه الصورة الذهنية. وكانت أوروبا وقتها تعاني من وجود هذه البؤرة في أوروبا، يعني هذا المشكل الذي نسميه نحن الآن الكيان الصهيوني. كانوا يعانون من إشكالات كان آخرها ربما ما حصل في ألمانيا من المحارق التي تعرض لها هذا العنصر. فكانوا في إشكالات كبيرة جدا، عاكون الحديث عنها يطول، لكن كانوا يفكرون في إخراج هذا العنصر من داخلهم ليضعونه في منطقة أخرى.
هم محتاجين على كل كانوا إلى أنه هذا العنصر الذي سبب لهم إشكالات فيما يعرف بقضايا الجيتو، اللي هي عبارة عن الصناديق المغلقة في أوروبا. كانوا يسكنون في أحياء مغلقة ويحتكرون التجارة ويتعاملون بالربا ويخربون البيوت من داخلها، كانوا هكذا يعني يتعاملون. فكانت الفكرة عند أوروبا أنه هذا العنصر ينقل إلى خارج أوروبا، فوجدوا الأرض التي ينقلونه إليها. كذلك كانت هنالك تطلعات صهيونية، بالذات الحركة الصهيونية كانت تفكر في أن يكون لليهود وطن، فاختار لهم على كل، اختير لهم هذا الوطن اللي هو من عدة خيارات. طبعا اختاروا لهم أن تكون أرض فلسطين هي الأرض التي يسكنون فيها. فحققوا أمرين: حققوا أول نقلهم من بلادهم إلى هذه الأرض، وحققوا أمر مهم جدا ربما لا يلتفت إليه كثير من الناس، وهو تحولت البوصلة من الاحتلال الصليبي إلى الاحتلال الصهيوني. فصار كثير من الناس الآن لا يتصورون أن منطقتنا محتلة من إيه؟ من الحملات الصليبية. ولم يتكشف للناس هذا الموضوع إلا في الأحداث الأخيرة. كثير من الناس طبعا المفكرين والمتابعين للأحداث يدركون أن المحتل الحقيقي للمنطقة هي ليس الكيان الصهيوني، هو الحملة الصليبية بقيادة أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا. هذه الحملة التي منذ 100 عام أسقطت الدولة العثمانية وسيطرت بعد ذلك على المنطقة كلها، ومنحت هذا الكيان الغاصب، منحته بقعة بسيطة جدا ليكون كيانا وظيفيا في هذه المنطقة. تحققت لهم عدة أشياء، من ضمنها أنه والله الأنظار في إطار الاحتلال لا تتجه إلى أصحاب الحملة الحقيقيين، ولكنها تتجه إلى هذا الكيان المغتصب لأرض فلسطين، بينما أرض الإسلام كلها الآن مغتصبة. ظهرت هذه المسألة بصورة سافرة وكاشفة لما بدأت الآن الجيوش كلها تتداعى لحماية هذا الكيان. هل متصور أن الناس والله بس أمريكا وبريطانيا والغرب كله جاء عشان ينقذ بس ويحمي إسرائيل؟ يعني هل متصورين أن احنا بس هذه هي، أم أنهم يخشون من هبة شعبية كبيرة جدا تقتلع هذا الكيان وتقتلع معه حماة هذا الكيان من الأنظمة العربية كذلك التي تحيط بالكيان؟ لكن هل هذا معناه أن وجود اليهود في فلسطين مجرد حركة سياسية ما لها أي بعد ديني؟ هم بالنسبة لهم عندهم الأبعاد الدينية، رابطين أبعادهم الدينية زي ما قلت لك، بأنهم متصورين بأن والله هذه المنطقة سينزل فيها نبيهم الذي يتصور. يعني اختيارهم فيه بعد ديني، هذا البعد موجود. اشتركت معهم كذلك الحركة الصهيونية من داخل النصارى، وهي البروتستانتية الحديثة التي ترى أن هنالك نزول لعيسى عليه السلام أو مجيء لعيسى عليه السلام، واتفق الطرفان على أنه والله في نزول للمسيح، المسيح الذي يتصوره النصارى والنبي الذي ترتقبه بنو إسرائيل. كلاهم يتصور بأن نزوله سيكون في هذه البقعة. فاتفقت الصهيونية بشقيها، الصهيونية الصليبية والصهيونية اليهودية، اتفقوا جميعا على أن هذه المنطقة يجب أن تهيأ لنزول لنزول التصورات عند الطرفين، عيسى عند هؤلاء والنبي المرتقب عند اليهود. وبالتالي البعد الديني حاضر. الآن تلاحظ مثلا هم قبل أحداث 7 أكتوبر كان عندهم جمعوا البقرات، عندهم 3 بقرات أظن بأوصاف معينة أتوا بها من خارج المنطقة، وكان يفترض أن تذبح في مكان معين في المسجد الأقصى، ثم من رفات هذه البقرة يغتسل بنو إسرائيل، ولن يحصل تطهر لبني إسرائيل إلا إذا اغتسلوا من هذه رماد هذه الأبقار. فهم لهم تصور. ثم بعد ذلك من عقائدهم أن يهدم المسجد الأقصى ويبحث بعد ذلك عن الهيكل. وهم الآن تقريبا الحفريات التي تجري الآن تحت المسجد الأقصى تكاد تكون أحاطت بكل الأرض تحت المسجد الأقصى، ويخشى حقيقة كما أشار إلى ذلك كثير من الإخوة الفلسطينيين القائمين على المسجد الأقصى، سواء الإمام أو سواء كان الذين يتابعون هذا الملف من الفلسطينيين، يشيرون إلى أن مسألة التفكير الجاد خاصة في ظل اليمين المتطرف الصاعد الآن في الحكومة الإسرائيلية الحالية، فإنهم يخشون من أن فكرة هدم المسجد الأقصى واردة جدا في عقائدهم، لأنهم في نظرهم لن تقوم لهم قائمة في عقائدهم، ولن ينزل عليهم النبي المرتقب إلا إذا بني الهيكل. هذا الهيكل يتصورون أنه بداية لإيه؟ فعندك مسألة البقرات، وعندك مسألة الهيكل، وعندك مسألة الهدم للمسجد، كل ذلك جزء من الحالة الدينية التي على كل يعيشها نعم اليهود. جميل. طيب هل ما يحدث للمسجد الأقصى تكون نهايته بنهاية العالم؟ هو على كل صعب أن نتكلم عن نهاية العالم، أن تكون حاليا، إنه إحنا لا نستطيع أن نتصور، لأن حقيقة الأحاديث النبوية تشير إلى جملة من الأخبار، نعم، وجملة من الأنباء
بعضها يشير إلى إمكانية أن يكون القتال الذي يكون بين اليهود وبين المسلمين يكون سابقا لنزول المسيح عليه السلام. نحن نؤمن بأن هنالك نزول للمسيح عليه السلام، ونزوله سيكون مصاحب لمجيء كذلك المسيح الدجال في آخر الزمان، وسيكون نزول المسيح في دمشق وفي القوط الشرقية حسب الأحاديث الواردة. فأنت أمام منظومة على كل من التصورات العقائدية التي يرتقبها المسلمون كما يرتقبها غيرهم. لكن هل القتال الذي سيكون بين اليهود وبين النصارى وعودة المسلمين إلى إلى المسجد الأقصى وسيطرتهم على المقدسات هذه، هل معه ستكون نهاية التاريخ، أم أن هنالك خلافة يرتقبها المسلمون التي يقول فيها النبي ثم تكون خلافة على منهاج النبوة؟ وهنالك الأحاديث التي يشير فيها النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الملك الجبري ومن ضمنها ويقول وهنالك جهاد يشيره النبي، يشير إلى جهاد عسقلان. وعسقلان الآن معروف أن الكتب التاريخية تشير إلى غزة بأنها أرض عسقلان، وعسقلان الآن كمدينة تقع على أطراف غزة في الناحية الشمالية. فأنت على كل أمام جملة من المعطيات، لكن لا نستطيع أن نتكلم عن نهاية الحياة أو اقتراب القيامة، لأن هنالك حوادث كثيرة تسبق ذلك. ربط فتح القدس بنزول المسيح لا يشترط، لأنه القدس تم احتلالها أكثر من مرة، يعني تم احتلالها قبل ذلك ب100 سنة تقريبا، ثم حررت عن طريق صلاح الدين الأيوبي، ولم يربط المسلمون تقريبا تحرير المسجد الأقصى بنهاية الزمان. ويمكن ببساطة شديدة جدا أن يحصل تحرير للمسجد الأقصى وأن يسيطر المسلمون، وقد تكون الحياة مستمرة بعد ذلك، فالعلم على كل عند الله عز وجل. طيب، ماذا عن النظام الدولي وعجزه عن إيقاف الحرب؟ طبعا النظام الدولي يعني منذ فترة هو يمر بنوع من التأرجح والاهتزاز. ظهرت هذه الحالة بصورة سافرة وواضحة، وبدأ المفكرون خاصة الذين يتابعون الاستراتيجيات الدولية والنظام الدولي بدأوا يتكلمون مع حرب أوكرانيا على تضعضع النظام الدولي وفقدان السيطرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أن تحسم ما يمكن أن نسميه بالفوضى التي تصاحب الآن العالم. فهنالك العديد من الحروب، وهنالك العديد من القتل والتدمير وخروج على كل عن هذه المنظومات، والقوى الدولية نفسها التي يناط بها، أو هكذا كان الوضع. يعني هنالك لما حصلت الحرب العالمية الثانية وانتصرت القوى التي تهيمن الآن على النظام الدولي، كان هذه القوى أعطت نفسها مجموعة من الحقوق أنها هي المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين. نحن طبعا كمسلمين خارجين تماما عن هذا النظام حتى لا نخدع أنفسنا، يعني وإن كانت لنا الدول موجودة في الأمم المتحدة، لكن النظام الدولي في بنيته وقواه المؤثرة وأصحاب القرار فيه لسنا نحن. يعني المسلمين يكاد يكون في هذا النظام هم تبع فقط لغيرهم وبحكم وجود دول لهم، لكن هذه الدول نفسها لو جينا نقول ما هو وزنها السياسي في الأمم المتحدة ستلاحظ ليس لنا أي وزن سياسي، بدليل أنه والله العالم كله الآن يجتمع في أنه والله توقف الحرب، وأمريكا مع إسرائيل تقف وتمارس الفيتو، والعالم كله في صف وأمريكا في صف. فهذه القضية جعلت الآن كثير من الناس يتساءلون: هل بقي أمامنا نظام دولي يمكن أن نتكلم عنه؟ هل فعلا الأخلاقيات التي يتكلم عنها العالم، مسألة حقوق الإنسان، مسألة السلم الدولي، مسألة خضوع الدول للقوانين التي تحقق الأمن والسلم الدوليين، مسألة عدم الانتهاكات في الحروب، مسألة القوانين المتعلقة بالجانب الإنساني في الحروب، يعني أنت أقمت نظام دولي على مجموعة ومنظومة من الحقوق له علاقة بقضايا الأسرى، قضايا الحروب، أخلاقيات الحروب، كيف يكون التعامل في الحروب، دور النظام الدولي نفسه في هذه الحروب وكيف يتدخل ومتى يتدخل، في حالات تتدخل فيها الأمم المتحدة، في حالات يتدخل فيها مجلس الأمن الدولي، على كل. طيب أنت الآن كل ذلك هنالك شعب لمدة 3 أشهر يقتل ويذبح ويشرد ويحاصر وتمارس فيه كل ما هو مناقض للقوانين الدولية، ومع ذلك النظام الدولي صامت. فكما يقول علي عزت بيغوفيتش وغيرهم من المفكرين، السقوط عموما للدول والمنظومات الدولية هو سقوط أخلاقي في البداية، ثم يأتي السقوط المادي بعد ذلك. لما أنت تسقط المنظومة القيمية التي كنت تستند عليها والعالم ينظر إليك من خلالها، يعني الناس كانت بتنظر إلى هذا الغرب إنه والله يعمل على رعاية حقوق الإنسان، يحمي الأقليات، يحمي المستضعفين، يحمي كذا. طيب الآن ما في ده.
الدول نفسها اللي تابعة لك الآن في النظام الدولي كثير من الشعوب بتنظر إليها الآن بأنها ليس لها من الأمر شيء. فأنت الآن بهذه الصورة أولا أفقدت الثقة في النظام الدولي، وأفقدت الثقة كذلك في المنظومات التي تشكل ما يسمى بالوحدات الأساسية في هذا النظام الدولي اللي هي الحكومات. فالآن الجامعة العربية تقريبا من ذاكرة الشعوب شطبت قبل 20 سنة، من يوم أن دخل تقريبا دخلت الولايات المتحدة الأمريكية 2003 إلى بغداد، سقطت الحاجة اسمها، ما أحد يذكرها أصلا. الآن ما تسمع إنه والله العرب لا أحد منهم يلتفت إنه اجتمعت جامعة الدول العربية ولا بيجتمع. كان شوية الناس مؤملة في منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي، كان يتوقع منه. آخر اجتماع الآن حصل لها جمعوا فيها الجامعة العربية مع منظمة التعاون الإسلامي، فإذا المسلم فإذا بالمسلم ينظر إلى هؤلاء جميعا بأنهم ليس لهم من الأمر شيء. يبقى بعد كده الناس ستفكر بطبيعة الحال بحكم أن إرادة البقاء حاجة مزروعة في الناس. كثير من الناس سيبحثون الآن عن البدائل. هل والله هذه الأمة المليارية ليس لها حكومة تمثلها وليس أحد يدافع عنها، ولا نظام ولا حكومات ولا منظمات إقليمية ولا نظام دولي، وبالتالي سيكون في تقديري هنا والمتمردون لسنا وحدنا. يعني هنالك أيضا كتل كثيرة جدا متمردة في أمريكا الجنوبية تنظر إلى أن والله هذا الذي يجري لا يرضيها. كثير من الشعوب الآن مثلا في البرازيل وفي الأرجنتين وغيرها من الدول تكاد تكون صوتها أعلى من صوت المجموعة العربية والإسلامية. شاكر لكم فضيلة الدكتور حسن سلمان. الشكر موصول لكم أنتم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة. نكرر الشكر لضيفي الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، شاكرين لكم. الله يجزيك الخير. حياك الله. إلى حلقات قادمة في نفس الموعد من كل أسبوع. هذا عبد الرحمن بن محي الدين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ha ha ha